هو انت سألت نفسك قبل كده ليه في ناس كتير بتبدأ والقليل منهم بس هو اللي بيكمل؟ وليه في ناس بتوصل لأهدافها بسرعة شوية وناس بتفضل مكانها سنين وسنين؟ هو الموضوع مش حظ، هي طريقة وخلطة معينة، وصدقني لو عملتها هتفرق معاك بشكل كبير جدا. ويلا بينا نعرف ايه هي الطريقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية خلينا نعرف إن معظمنا بيعمل 3 أخطاء بتبوظ الدنيا. 1. أهداف كبيرة ومش واضحة والشخص نفسه ما بيبقاش فاهمها. 2. حماس زيادة في البداية وبعد شوية بيختفي، ولو ركزت هتلاقي إن ده بيحصل معاك تقريبا كل يوم وفي حاجات كتير. 3. الاعتماد على المزاج مش الانتظام، ودي كارثة. وفي الفيديو ده هقولك على 6 خطوات مبنية على علم النفس والسلوك، لو طبقتهم هتزود فرص نجاحك بشكل ضخم جدا. الخطوة الأولى: حدد هدف واضح. هدفك لازم يكون واضح ومحدد وعقلك يفهمه. ما تخليش هدفك كبير ومش واضح. وفرق ما بين هدفك وحلمك. طيب ايه الفرق ما بين الحلم والهدف؟ مثلا لو حلمك تطلع للقمر، هدفك هيكون المكوك اللي هتطلع بيه، او البدلة اللي هتلبسها، او المكان اللي هتنزل فيه، او الحاجات الكتيرة اللي هتتعلمها. هي دي الاهداف اللي بتوصلك لحلمك، وهي دي الاهداف اللي عقلك بيفهمها. لو قلت لعقلك انا عايز اطلع القمر، مش هيفهم يعني ايه عايز اطلع القمر. الخطوة التانية: تقسيم الهدف لخطوات صغيرة. خليك عارف كويس ان عقلك بيكره الحاجات الكبيرة وبيحب الوضوح، ودي نظرية اسمها تقليل العبء المعرفي. بمعنى ان لو هدفك النهائي او حلمك هي الوصول للقمر مثلا زي ما قلنا، يبقى لازم تفكر في الحاجة اللي هتوصلك ليه، وهو المكوك. والمكوك ده فيه اكتر من 1,000,000 جزء تقريبا، وعشرات او مئات التخصصات بس عشان تبنيه. وده ينطبق على اي حاجة، على شركة او مشروع او حاجة نفسك تتعلمها. نفس الكلام. صغر اهدافك على قد ما تقدر علشان تعرف تحقق حلمك. الخطوة الثالثة: اعمل نظام مش دافع فقط. ما تخليش الدافع هو اللي يحركك، لان الدافع بيختفي والنظام هو اللي بيكمل، وهو اللي يخليك توصل لهدفك بجد. النظام والاستمرار عليه هما من اهم مفاتيح النجاح. مفيش نظام مفيش استمرار، انسى حاجة اسمها نجاح، مستحيل. وفي اي شيء. وهقول لك على مثال يوضح اهمية النظام والاستمرار عليه، وموجودة في ديننا، وهي الصلاة. مثلا مع كل اذان بنسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني نظام الصلاة مع الاستمرار عليه يتبعه نجاح مهما كان. والصلاة نظام دقيق جدا جدا، مش شيء عشوائي أبدا. وتعالى نعرف حاجة أعمق ونسأل ليه ربنا طلب مننا نصلي 5 مرات كل يوم لحد ما نموت. كتير جدا صح؟ وربنا هو الغني عن كل شيء، كان يكفيه سبحانه وتعالى إني أؤمن وأصلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مرة واحدة وبس. ليه أصلي كل ده؟ والإجابة عشان ده ليا أنا. أي إنسان يقدر يلتزم بنظام الصلاة ويستمر عليه يقدر ينجح في أي شيء تاني، لأنه هيأ نفسه على النظام والاستمرار عليه برغم هواه ومزاجه. أوقات بتكون خاشع في الصلاة وأوقات لأ، وأوقات بتكون متحمس للصلاة وأوقات لأ. فهل ده معناه إنك تصلي في الوقت ده وما تصليش في الوقت ده؟ لأ طبعا. مهما كان مزاجك، مهما كان هواك، مهما كان وضعك، لازم تصلي. وده اللي ربنا عايز يبنيه جوانا.
ونطبقه على كل شيء في حياتنا. وهو ده أصعب شيء، إن الإنسان يكون عنده نظام ويستمر عليه. وده علاج وحل لمشاكل كتير جدا، وما يقدرش عليه غير الإنسان القوي. الإنسان الضعيف لأ، وبكل صراحة وإحنا أو أغلبنا بقينا ضعفة جدا. الخطوة الرابعة: اربط العادة الجديدة بعادة بالفعل موجودة. يعني إيه؟ ابدأ عادة جديدة بحاجة ثابتة أنت أصلا بتعملها، وخليك عارف إن عقلك بيقاوم أي شيء جديد، بيكره أي عادة جديدة، بيكره بمعنى الكلمة. هو مش فارق معاه أنت عاوز إيه أو بتحلم بإيه أو نفسك توصل لإيه، كل دي مش مواضيعه. هو عايز يرتاح وبس، وفي نفس الوقت هو قوي جدا. انت بقى اعصره على قد ما تقدر، وهو ده اقوى صراع هتمر بيه، صراعك مع عقلك. فحاول تتعامل معاه بذكاء، ومش هتعرف تعمل ده غير لما تكون فاهم وعارف هو بيتصرف ازاي وعايز ايه. عشان كده دخل العادة الجديدة مع اي عادة قديمة وثابتة، هتكون سهلة وخفيفة عليه، وبعد شوية هيتعود عليها. مثلا وانت سايق، او انت في المواصلات، او بعد القهوة، او بعد التمرين، ايا كان الحاجة اللي بتعملها بنظام واستمرار. وصدقني لو قدرت تعمل كده هتكون انسان ناجح وقوي جدا. ولو ما قدرتش يبقى انت اللي انسان ضعيف، والمشكلة عندك انت. الخطوة الخامسة: تابع تقدمك. لو مش هتقيس مش هتتطور. مثلا لو بتتعلم السواقة أو بتروح الجيم، تابع مستواك باستمرار. لو بتتعلم لغة جديدة أو أي حاجة، جرب نفسك وقيم نفسك. وليه؟ ده عشان هيساعدك وهيفرق معاك جدا. لما تتأكد بنفسك إنك بتتقدم، ده سبب كبير يخليك تصبر وتكمل. المرحلة السادسة والأخيرة: تقبل الفشل وكمل. الفرق ما بين الناجح والفاشل إن واحد وقف والتاني كمل، لكن كله بيفشل. مثلا إيلون ماسك اللي يعتبر من أنجح الناس، هو فشل كتير جدا. وفي سبيس إكس في صواريخ كتيرة وقعت واتدمرت بعد ما صرف عليها مليارات وقعد يشتغل عليها سنين، بس هو نجح عشان هو كمل. واحنا لو وقع مننا كوباية شاي بتكون دي النهاية الحزينة. كمل بمعنى استمر. عايز تنجح استمر، عايز توصل لأهدافك استمر، عايز تحقق كل أحلامك استمر. لو جمعت ال6 خطوات دول: هدف واضح، خطوة صغيرة، عادة مربوطة، نظام يومي، متابعة، صبر، انت كده ماشي بطريقة علمية واضحة وفعالة، مش ماشي بشكل عشوائي. هتنجح يعني هتنجح. يعني الموضوع مش انك تبدأ وخلاص، الموضوع انك تبدأ وتكمل. هتشوف نتيجة حتى لو بعد وقت. صدقني هتوصل لهدفك ولحلمك وهتنجح مهما كانت الظروف ومهما كان مكانك دلوقتي. ابدأ صغير بس انتظم واستمر، ان شاء الله انت تقدر. ولو الفيديو ده فادك بأي شيء حتى لو بسيط، استناني ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.